أنا مصممة أكمل السلسلة بتاعة ربع كيلو اللحمة المفرومة أو ربع كيلو البانيه أو ربع كيلو أي نوع بروتين نقدر نعمل بيه وجبة تكفي البيت كله. واستكمالا للسلسلة دي النهاردة هنعمل طاجن زي ما انتوا شايفين كده، شكله مغري جدا جدا، وبجد هتعملوه في اقل من نص ساعة هتكونوا جاهزين بطاجن جميل زي ده. ينفع عزايم قوي في رمضان، ينفع لينا في رمضان او في ايام العادية. انا رافعة حلة على النار، حاطة فيها مكعب كبير من الزبدة وشوية زيت صغيرين عشان الزبدة ما تتحرقش معايا، وحاطة 6 معالق اكل من الدقيق. هعمل بشاميل، ورافعة على العين التانية ربع كيلو من اللحمة المعصجة، ضربة كوباية عصير طماطم كبيرة، مش مزودة على عصير الطماطم ده مية، أنا عايزاه بيوريه كده تقيل. هضيف كمان للحمة المعصجة معلقة من صلصة الطماطم. هقلب ده كويس، سيب الطماطم تتسبك وتاخد غلوة كده مع اللحمة، وإيدي بقى هنا ما تسيبش خالص البشاميل. أول ما الدقيق يبدأ لونه شويه يتغير، حاجه بسيطه، انا مش بحتاج اعمل فيه حاجه غير اني احمص الدقيق شويه. هبدا انزل عليه بلتر من الحليب. البشاميل بدأ يتقل معايا زي ما انتوا شايفين. المعصج برضو اتسبك اهو زي ما انتوا شايفين، برضو ريحته جميله جدا. هنركن المعصج على جنب، هننزل بمكعب مرق على البشاميل كده ونقلب. رشه ملح، ما نزودش في الكريمه ملح، لو حسينا ان البشاميل تقيل نزوده ربع لتر كمان. فلفل اسود، رشه خفيفه. خلاص الكريمه جاهزه معايا كده، هو ده القوام اللي انا محتاجاه. هنطفي ونروح نشوف بقيه الخطوات ايه. وانا معايا هنا قرنبيطايه متوسطه سلقاها زي ما اتفقنا، ميه وكمون بس، بياخد حوالي من 5 ل7 دقايق في النار وبيكون مستوي وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده. القرنبيط اهو هنقطعه حتت صغيره كده. احنا كده تقريبا قطعنا كميه القرنبيط كلها. هاتي البايركس بتاعك او الصينيه او اي حاجه هتشتغلي فيها. هننزل بشويه من البشاميل صغيرين، نفردهم كده في قاع الطاجن. انا مشغله الفرن على درجه حراره 200، كل حاجه عندي مستويه، مش محتاجه غير ان الخليط بس يتجانس مع بعضه وياخد طعم حلو كده من غليانه ووشه يتحمر بس. يعني انا هقعد الطاجن ده، لو مش حابه تغليه كمان في الفرن وكل حاجه سخنه زي ما احنا ما عاملين كده، هتقدري تفتحي له الشوايه وتكوني جاهزه. عندي بقى القرنبيط هنزل بيه كده على البشاميل، نساوي كويس زي ما انتوا شايفين كده. عندي اللحمه المعصجه بتاعتي، عايزه بس اعمل فيها حاجه كده سريعه، رشه بسيطه او بشره بسيطه من جوز الطيب. اقلبها كويس. طبعا اللحمه المعصجه حاطين عليها 7 بهارات وفلفل اسود وملح ومظبطينها، مش محتاجين نحط حاجه غير حبه جوز الطيب. الطاجن اهو، ننزل بقى كده باللحمه بتاعتنا. شايفين ربع كيلو لحمه هيعمل لنا طاجن قد ايه. سوي بقى واضغطي كده علشان خاطر اللحمه تنزل كل العصاره اللي فيها على القرنبيط. ربع كيلو لحمه يا جماعه مش اكتر. شايفين الطاجن بقى كله لحمه ازاي. هننزل بالبشاميل كده، مش عايزين طبقه كبيره من البشاميل زي ما قلت، عايزين طبقه خفيفه. يلا ندخل الطاجن الفرن ونشوف بعد كده شكله النهائي ايه. الطاجن طلع من الفرن، شايفين المنظر حلو ازاي. الريحة والله يا جماعة قلب الشقة، ميكس كده فظيع. ريحة اللحمة المعصجة مع البشاميل مع القرنبيط، ريحة تجنن. ومش عايزة اقول لكم بقى، يعني البيت كله مستني نقطع او نفتح الطاجن. شايفين القرنبيط، انا بس عايزه اوريكم كده القرنبيط تغلغل فيه المعصج بالطماطم بالبشاميل. الوصفه سهله، مكوناتها اقتصاديه، بتتعمل في نص ساعه، ملكيش حجه.
انا واثقه ان الوصفه مغريه بالنسبه لك وانك هتجربيها. حلو قوي ان احنا نعمل بربع كيلو لحمه البيت كله ياكل، نعمل وجبه تكفينا كلنا. اتمنى تكون الوصفه سهله عليكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا شير ولايك، وتابعوني على قناه اليوتيوب وصفحه الفيسبوك للشيف شيماء ممدوح، واشوفكم في وصفه جديده اقتصاديه قريب ان شاء الله.